في مرة كنت قاعدة مع واحدة صاحبتي وكنت زعلانة منها. قلت لها: هو انت ليه مش بتسألي عني ولا عن شغلي واذا كنت انا في حاجة مضايقاني ولا لا؟ فردت عليا رد استغربته قوي. قالت لي: انت مقفلة الجيم، انت بالنسبة لي واحدة كاملة، ما عندكيش مشاكل، عمرك ما بينتي انك زعلانة او متضايقة او ضعيفة، بالعكس انت كل حاجة عندك تمام حتى في اصعب الاوقات. حقيقة ان الجملة دي وجعتني قوي، خصوصا اني كنت عديت بظرف صعب جدا وهي الامانة كانت واقفة معايا في الظرف ده. بس انا لحد دلوقتي حاسه وعارفه اني محتاجه اتعالج نفسيا، لان الوقت الصعب ده مأثر عليا بشكل كبير اكتر يمكن ما اي حد ممكن يتخيله. فاستغربت كلام صاحبتي قوي وحسيت انه هي اذتني جامد. اصل ازاي ممكن حد يفكر اني كامله ومفيش عندي مشاكل؟ ما هو كلنا عندنا مشاكل. بس مؤخرا اكتشفت ان ساعات القناع اللي احنا بنبقى حاطينه ان احنا جامدين بيخلينا نبان قدام الناس بطريقه مختلفه عن الحقيقه. من وانا صغيره كنت دايما بحب اسمع اكتر ما اتكلم. كنت معروفة بين أصحابي إني بعرف أسأل الأسئلة الصح وإني أطلع اللي جواهم من غير ما أقاطع حد أو من غير حتى ما أحكم عليهم، عشان أنا أصحابي بحبهم بجد. ودايما مش بحب أتقل على الناس بمشاكلي، كل واحد فيه اللي مكفيه يعني. فلو أقدر أساعد الناس إنها تتكلم وتفضي اللي جواها وأنا بعرف أتعامل مع مشاعري ومع نفسي، وده ناتج عن إحساسي كمان إن أنا لازم أفضل اللي قدامي عن نفسي. بس الكلام بتاع صاحبتي خلاني أقعد أتأمل وأقرأ كتير في حتة إنه ليه مش بقدر أكون منفتح على الناس وإن أنا أحكي مشاكلي حتى الأقرب الناس ليا، مع إني شخصية ما أقدرش أقول عن نفسي إني انطوائية. بالعكس، أنا بحب الناس وبعرف أتعامل مع أعمار وأشكال ووظائف وناس يمكن تكون من مختلف الخلفيات عني. بس حسيت إني في أوقات بختار إن أنا أكون مختفية. ممكن يكون اختياري ما يكونش ببان علشان بحمي نفسي، ممكن أكون بحاول أحمي حدودي، بخاف أظهر ضعفي علشان أفضل محبوبة أو أفضل في عين الناس بطريقة أو بشكل معين. بخاف أشتكي فالناس ما تستحملنيش، ما أنا عارفة إن مش كل الناس هتبقى بتحب إن هي تفضل الآخرين عن نفسها، فبخاف أتجرح. اكتشفت إنه بسبب عدم إظهاري لضعفي بقيت متشافة إني باردة أو ممكن أكون كاملة أو مقفلة كل حاجة أو صعب الوصول ليا. الحقيقة إن ده كله ما كانش في ذهني إطلاقا. أعتقد في ناس كتير زيي، معرفش بقى اسمينا انطوائيين ولا ايه، بس احنا بطبعنا بنخلي جزء كبير من نفسنا جوانا ومش بنطلعه، وبنفتخر بقدرتنا ان احنا بنعرف نحل مشاكلنا وبنعرف نقعد مع نفسنا، وبان احساسنا بالاكتمال مش محتاج ان ناس كتير تبقى حوالينا. لكن لما بنفضل مختفيين ومش بنوري ضعفنا، المشكلة اننا بالطريقة دي بنفقد الدعم والتعاطف والسند اللي ممكن يجي لما نسيب ضعفنا يظهر ويبان شوية.